يا صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة طريقة جديدة للجلاش، هعمل لكم أصابع الجلاش بالمكسرات. تقدري تعتمدي الطريقة دي لرمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا رمضان خلاص على الأبواب، يعني شهر رجب بعد شعبان على طول رمضان هتلاقيه جاي على طول بسرعة كده. بس في بداية الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناة، وهسيب لكم اللينكات كلها في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف فين يا جماعة، تضغطش على العنوان مرة هيظهر لك كلمة المزيد، هو ده صندوق الوصف. بس برضو كلكم عارفين قبل ما نبدأ الفيديو لازم نعمل ايه؟ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب للصال المميز. اتمنى تحط لايك الفيديو، واللي ما اشتركش يشترك في القناة ويتفعلوا زر الجرس علشان كل ما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. واتمنى انتشار الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. وكلمتين يا ست الكل بقولهم في بداية كل فيديو: الوصفة يا جماعة علشان تضمني ان هي تنجح معاكي بفضل الله يبقى لازم تشوفي الفيديو من البداية للنهاية، سواء هتشاهدي فيديو لي انا ولا اي فيديو على اليوتيوب يا ست الكل، علشان في تكات وتفاصيل احنا بنقولها جوه الفيديو طبعا مش هنقدر نكتبها في صندوق الوصف يا ست الكل. ويلا بينا على المقادير السهلة البسيطة بتاعتنا. مبدئيا كده هنعمل الشربات الاول عشان احنا عايزين الشربات بارد تماما. معانا كوباية وربع من السكر، عليهم كوباية من المية. السكر ده كويس جدا، حابة تسكري يعني تزودي سكر مفيش أي مشكلة خالص. ممكن تخلي كوباية بدل كوباية وربع، ممكن تخليه كوباية ونص، وكوباية ومعلقتين كده مية لو انت حابة مسكر بزيادة، لكن السكر ده مظبوط 100% يعني. ومعانا رشة من الفانيليا، عليهم نص ليمونة، وهناخدهم يغلوا على النار. بعد الغليان بالظبط اديله 5 دقايق يا ست الكل واطفي عليه، احنا عايزينه بارد تماما في الوصفة دي. معانا سوداني مجروش. قد ايه سوداني؟ معانا كوبايه من السوداني المجروش. المكسرات اللي انت حباها يا ست الكل اعمليها، مش شرط يعني مكسرات معينه اللي انت حباه. يعني حبه سوداني، حبه فستق، بندق، عين جمل، اللي انت حباه يا ست الكل. معايا حوالي كوبايه من السوداني المجروش. معايا برضو نص كوباية من الفستق، ودي اختياري، لو حابة تحطي حطي، مش حابة مش لازم تحطي خالص. حابة تحطي برضو تزودي جوز الهند مفيش أي مشكلة خالص. ومعانا 150 جرام من السمنة، طبعا مسيحاهم على النار وهو ده اللي انا بشتغل بيهم. ما يفضلش يا حد يقول لي زبدة يا جماعة، هقول لك لا، الزبدة بيبقى فيها نسبة خض وبتخلي بتنحرق في الفرن وبتخلي لون الحاجة مش حلوة، يعني بتخلي لون الحلويات الشرقية مش هتبقى حلوة معاكي. فيفضل لو عندك زبدة تسيحيها الأول وتشيل المرطة منها وتحوليها لسمنة وبعدين تشتغلي بيها أي حلويات شرقية. بنرش الرخامة كده أو سطح العمل رشة من النشا علشان تسحب ورقة الجلاش معايا، وابدا افرد ورقه الجلاش. ومعانا النشابه كده، وطبعا الصوره خير دليل، وهتشوفي يا ست الكل انا بعمل ازاي. مبدئيا كده لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت. ان شاء الله يكون وجه مبتسم، هيبقى من ايدك زي العسل وزي السكر. والف الف شكر، يعني بصراحه بشكركم من الارض لحد السما كده، من اختكم الاجمل اخوات في الدنيا، على الدعوات والكومنتات الحلوه اللي بتفتح نفسي للشغل. ربنا يا رب ديمكم نعمة في حياتي، فعلا أجمل إخوات ومفيش كلام بعد كده. ونرجع للفيديو بتاعنا. معنا بقى رشة من الفستق على رشة من السوداني. وابدأ طبعا لازم ادهن الورقة من الجلاش، لازم ادهنها دهن السمنة. ما تخليش اي حاجة مش مدهونة خالص، علشان دي هي اللي بتخلي الجلاش معاكي مقرمش وبيتكسر كده بمنتهى السهولة. وابدأ الف اهو، شايفين الكرمشة اللي انا هعملها كده اهو، بضمها كده واكرمشها. طيب حد هيقول لي ايه الوجع الدماغ اللي انت عاملاه لنا ده؟ هو لازم نكرمش يعني؟ ما كنا عملناها كده وخلاص. اقول لك يا ست الكل، اولا لحاجتين اتنين، لهدفين اتنين الكرمشة دي: شكل جديد يعني حاجة تفتح النفس كده، وكمان علشان يقرمش معاكي اكتر، لان انتي لما بتكشكشيه كده بيبقى الكشكشة دي بتبقى ايه يعني رقدت على بعض كده، فبتديكي قرمشة اكتر. شايفين انا بقى ايه يعني ايه؟ طبعا الصورة خير دليل. الطرف حوالي 5 سنتي بعمله على الماسورة او النشابة، وبعد كده ببدأ ايه يعني ادهن الورقة كلها من السمن. شايفين اهو، موضوع سهل سهل، مش محتاج اي حاجه خالص. ما عندكيش بصراحه، ما عندكيش نشابه، اي ماسوره عندك. يعني انا عايزه اقول لكم اللي, اللي انا بعمل دي، يعني اللي انا بعمل دي بيها دي يا جماعه مش نشابه ولا حاجه، دي الماسوره بتاعت الستاره بتاع المطبخ.
انا بقول لك يعني انت اي حاجه عندك تقدري تتصرفي بيها، مش نشابه ولا اي حاجه خالص. كنت جايبه ماسوره الاستطاره بتاع المطبخ، ففضل منها حته، فبعمل بقى ايه، يعني قضت لي المصلحه وخلاص. اي حاجه عندك تقدري تعملي بيها. طبعا يا جماعه انا قلت لكم انا سطح العمل عاملاه رشه من النشا قبل ما اشتغل علشان ايه تسحب معايا الورق بمنتهى السهوله. طيب الجلاش ده بنخبز على درجه حراره كام؟ ودي اهم حاجه حابه اقولها لك يا ست الكل، علشان الوصفه تنجح معاكي وبعد كده تدعي لي مش تدعي عليا. الجلاش ده يا ست الكل بيتخبز على درجه حراره هاديه جدا جدا جدا، هتاني اقول جدا. يعني درجه حراره كام؟ يعني 120. هياخد معاكي حوالي ساعه في الفرن، او ايه ساعه الا 10 كده على حسب الفرن معاكي. اهم حاجه تسخني الفرن قبلها ب10 دقايق، وترفعي الشبكه لفوق، وتسيبيه براحته يعيش مع نفسه كده، بس كل 10 دقايق طياري الصينية علشان تاخدي لون موحد. علشان الجلاش كل ما تسيبيه كتير في الفرن يعني يستوي على نار هادية خالص بيقرمش معاكي اكتر. طيب لو انت بقى ايه سرعتي وعليتي الفرن وخليتيه نص ساعة كده ولا تلت ساعة وقمتي شغالة الشواية، يعني ايه شقلب وقلب بمعنى اصح يعني. يعني تطلعيه بسرعة، ايه اللي هيحصل يا ست الكل؟ ايه اللي هيحصل؟ ان الجلاش هيبقى لت معاكي، تيجي تقطعيها كده اكنه عجين يبلت، يعني مش مقرمش كده بينقطب بسهولة. فعشان كده يا ست الكل بقولك هدي الفرن خالص. السمنة اللي فضلت ببدأ ادهن الوش بيها زي ما انتم شايفين كده. ده الجلاش قد ايه كمية الجلاش دي يا جماعة؟ كمية الجلاش دي كيلو الا ربع، والسمنة اللي انا استخدمتها 150 جرام، بتعادل كوباية الا ربع من السمنة. انا قلت لكم طبعا مش هينفع زبدة. شايفين؟ هدخلها في الفرن اهو، واول ما تطلع على طول هسقيها بالشربات البارد. الشربات يا جماعه بيكون تقيل وبارد، خلي بالك بيكون تقيل وبارد. حابه تزودي تقللي كميه الشربات دي بتاعتك انت، على حسب انت عايزاها مسكره ولا عايزاها سكر قليل شويه. يعني لو عايزاها مسكره زي كده يا ست الكل سكريها، مفيش اي مشكله خالص. شايفين اهو؟ بيبقى مقرمش ويعني قرمشه فوق الوصف. طبعا شكل جديد وحاجة فعلا تفتح النفس. تقدري تحتفظي بيه في التلاجة، هيقعد اسبوع واتنين مش هيجراله حاجة خالص. اقفليه وحطي على علبة التلاجة كده، حتى ممكن تحتفظي بيه على الرخامة من غير تلاجة خالص. هو بيبقى مقرمش معاكي علشان مستوي على نار هادية، ومش محتاج تلاجة، ويقعد اسبوع على الرخامة من غير تلاجة خالص. شايفين بقرمش ازاي؟ حبيت اكسر لكم واحدة علشان اوريكم مدى القرمشة بتاعته عاملة ازاي، علشان هو استوى على نار هادية القرمشة دي. علشان كده يا ست الكل، طريقة جديدة بقى تقدري تعتمديها على رمضان. نزليها عندك وحفظيها علشان فعلا لو عملتيها هيعجبك جدا. شايفين؟ واسيبكم في رعاية الله وامانه، انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.